لو عايزة تعملي تغيير وتعملي حاجة حلوة تعالي وانا اقولك تعملي ايه. شايفين انا عملت ايه معايا النهاردة؟ دي معايا قشطوطة، انا مسميها قشطوطة الغلابة. بصوا شكلها ولا طعمها، الله على طعمها، ايه الجمال ده. تعالوا بقى اقولكوا انا عملتها بايه. كملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا انا عملتها بايه. بصوا جمالها. هنبدأ مع بعض كده بسم الله. انا معايا هنا كريم شانتيه خام، معايا تلت كوباية، هنزل عليهم ب3 معالق سكر. ومعايا اللبن بتاعي هنا انا مخرجاه من الفريزر، هنزل بكمية بسيطة وابتدي اقلب. يعني هبتدي اضرب معايا بالمضرب، لو لقيت ان انا محتاجة تاني هزود معايا لبن. ادي بقى شكل الكريم شانتيه معايا اهو. بعد ما خلص هجيب بقى معايا كيس حلواني واحطه معايا كده في كيس الحلواني. وبعد كده بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا هنا معايا بقى بواقي الكيكه دي، كنت عامله كيكه وده اللي بقى منها العيال مرضيوش ياكلوه بصراحه، فانا قلت اعمل لهم بيه حاجه تانية مختلفه. هجيب بقى معايا البولات اللي انا هشتغل فيها كده، او اي حاجه عندك انت حابه تشتغلي فيها. هنزل بالكيكه معايا كده. معايا هنا بقى لبن حط عليه سكر محلياه يعني، وهبتدي برضو ارص كده معايا الاطباق وانزل عليها بشوية لبن علشان الكيكة معايا تطرى. هخلص الكمية كلها واوريها لكم. انا هنا عملت كل الكمية دي بنفس الخطوات وبنفس الطريقة. هجيب بقى الكريم شانتيه بتاعي كده وابتدي انزل على الكيك بتاعنا بالشكل ده كده. وبعد كده هجيب بقى معايا معلقة، المعلقة بتاعتي هنا انا بلها شوية مية عشان تفرد معايا الكريم شانتيه بتاعنا لحد ما يبقى يعني اخلي الشكل بتاعي متساوي كده. والله يا جماعة جربوها، فكرة حلوة جدا. انا هنا خلصت الكمية كلها، هروح بقى احطها معايا في التلاجة لحد ما اعمل معايا الصوص بتاع الكراميل. هنا معايا بقى 4 معالق سكر. سبتهم على النار لحد ما دابوا خالص كده وخدوا اللون ده معانا. تمام. هنزل معايا بقطعة زبدة او بمعلقة سمنة صغيرة. هنزل بكوباية لبن عليها معلقة نشا وابتدي اقلب. اول ما ننزل باللبن هتلاقي الخليط معانا كتل كده. هنفضل نقلب معانا لحد ما يبقى بالشكل ده. هو الصوص لونه غامق بس انا بصراحة مش عارفة الكاميرا مطلعاه فاتح كده ليه. هنزل بقى بالصوص معايا اهو بعد ما خرجت الصينية من التلاجة، وابتدي افرد بقى معايا كده كل الكمية اهو بالشكل ده. هو ده اللون بتاع الكراميل معانا، واخد اللون العسلي ده. تمام. انا هنا بقى هخلص الكمية معايا كده. انا معايا هنا كريم شانتيه كنت حاطاه في التلاجة. انا بفضل ان انتي ما تحطوش في التلاجة عشان انا عايزاه يبقى سايح معايا. بصوا هنا عشان جامد صعب معايا في التشكيل ازاي. حتى لما اجي اخد الرسمة مش هيديني النتيجة اللي انا عايزاها خالص، فاحنا نخليه برا التلاجة. وهجيب بقى معايا هنا شوكة او اي حاجة اعمل الرسمة بتاعتنا دي رايح جاي كده. بصوا الكريم شانتيه عشان جامد ما ادانيش نفس الرسمة اللي انا كنت عايزاها. بصوا ادي اهو الشكل معايا. وكده انا بقى خلصت معايا وده الشكل النهائي زي ما انتوا شايفين. بصوا شكل الكيكة، انا هنا غيرت الشكل بتاعها وده الشكل النهائي معايا. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم.